السلام عليكم يا مطريش، عاملين ايه النهارده؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهارده برو جاي لك بافجر نسخه واتساب حرفيا النسخه دي هتنزل المجال. كل واحد نزلها بشكله، وكل واحد نزلها بحاجه، وكل واحد نزلها بلون، وكل واحد نزلها بكل حاجه يعرفها، وكل واحد نزلها بتعريب. وانا منزلها لك بحاجه تاني خالص، منزلك بلون احمر طرش. هتقول لي ايه دي اللون الخلفيه؟ اقول لك اه يا اسطى، بس انت اتك عليا كده ان الريتش واقع حرفيا. يعني انا مش عارف اعمل ايه، الريتش واقع خالص. بس تفتكر ان انا هيأس؟ لا طبعا انا هكمل، وهفضل اكمل حتى لو الفيديو جاب مشاهده واحده. بس انا اللي طالبه منكم يا اخواتي، في ايه لما تعملوا كومنت ولايك كده يفرحني ويشدني ان انا اعمل لك الحاجه الافضل، الحاجه الاحسن. يعني انا نزلت سكرينات النسخه دي امبارح، الناس كانت عايزاني انزلها امبارح بس انا ما رضيتش، قلت انزلها النهارده. بالله عليكم عايز دعم، وعايز اوصل 2K في اسرع وقت. النهارده 5-1 وما وصلتش 2K لحد دلوقتي، فانا عايز اوصل 2K في اسرع وقت. وما تنساش تنضم لقناه التليجرام، بنزل فيها كل حاجه. وان شاء الله ان شاء الله هاجي في اخر الفيديو اقول لك تحمل النسخه دي ازاي، وتحمل اي نسخه من قناتي ازاي. تمام يا اخواتي؟ يلا ننزل حبه انترو ونرجع تاني. اجيبك بس سيبتك ملبوسه عليا مارد الرجوله، بتعارك وانت لسه في سنه اولى، رجولتك لا تكسبها في الكاكولا، هتسيع هتحاسب على الفاتوره، من فيكم اضرب كيلو قلوب على. وبعد ما رجعنا من انترو يا مطريش، طبعا ده هتكون شكل واجهة النسخة من بره، بس حرفيا ما يهمكش شكلها اصلا، هي حاجة روقان من جوه. تمام؟ تخش على النسخة تفتح معاك بالواجهة المترشمة دي. هنا بيقولك شتات، هنا ستوري، هنا الكول. هتقول لي اصلا مينفعش فصل الشتات عن الرامات والكلام ده؟ اقول لك اتك على الصبر يا صاحبي وانت تعرف كل حاجة. تمام؟ هتيجي هنا تقول لك تعالى اوريك. هتيجي هنا على الثلاث نقط اللي على الجنب، طبعا في هنا علامة وضع الطيران، وضع الشبح، والكاميرا، وكنت البحث. هتيجي على الثلاث الشرط اللي على الجنب دول. هتيجي على طرزان المشاغب، هنا انشاء روم، هنا طبعا دي البي سي، هنا اللي هي الهابي مسج، وهنا رسائل مميزه، وهنا دي الاعدادات. تمام؟ هتيجي على طرزان المشاغب، هتيجي تكلم نمبر مش متسجل. تمام؟ هتعمل اي نمبر كده من دماغك وتكتب مثلا هنا 1، وهتعمل كده يظهر معاك شكل الشات. هتقولي دي شكل الشات الاساسي؟ اقول لك لا يا زميلي، مش هي الاساسيه. الاساسيه اللي هتكون اصلا يعني عندك الاساسيه اللي هي دي، بس انت ما عليك من دي. انا هنزل لك، هسيب لك دي في ال في الملف، وانت ثبتها. بس خليك معايا عشان نسخه باسورد مكون من 6 ارقام، ولهم رقمين في رقمين في رقمين. حرفيا شكل الشات اصلا جمدان. تمام؟ انت لو كتبت هنا وجيت هنا وكتبت رزان بيحبك، بص يا باشا، شكل النسخه حاجه رايقه يا جدعان، اقسم بالله. يعني هي شفافه، واقسم بالله حاجه جمدان. انا ما يكون رقم شغال معدي انا شغاله عليها. النسخه رايقه اصلا. بص شكل الاسطر، اصلا شكل الاسطر كونفرزيشن روقان، مفيش بعد كده. هنا الشتات، هنا الستوري، هنا الكول. هتيجي على الثلاث نقط دول، هتيجي على طرزان المشاغب، هنا الاضافات طبعا. لا دي كلام نمبر مش مسجل. تمام؟ هتيجي على طرزان المشاغب، هنا الاضافات. طبعا النسخه بتبعت وتستلم بدون اي مشاكل. هتيجي هنا طبعا الخصوصيه، هنا بيقول لك تفعيل وضع الشبح، طبعا ده شغال. اخفاء غير ظهور، تعطيل عادي التوجيه، اخفاء مشاهد الستوري، منع حذف الرسائل، منع حذف الستوري، اخفاء علامه الصحه الثانيه، خاصيه المكالمات جهه الاتصال دي، خاصيه الجروبات، خاصيه الكول. وده طبعا دي لو عايز تعمل باسورد النسخه. تمام يا اخواتي؟ هنا بقول لك تنظيف اللي هي الكلين كاش. هنا خاصيه الميديا لو عايز تبعت الصوره بجوده عاليه او بالفيديو او اي حاجه إن كان. تمام يا اخواتي؟ وهنا بقول لك خصية الواجهة. تمام؟ لحظة كده، هنا خصية المنيو دي خصية الواجهة. هنا اشكال الواجهة، عندك 3 اشكال. انصحك بالشكل الاول اللي انا فعله. هنا طبعا الاسطر الكونفرزيشن هنجيب لك من السطر الاول، بس انا هفضل لك السطر الخامس او السطر الثالث، هما دول اجمد 2. هنا تثبيت اكتر من 3 شتات. هنا تعطيل الدردشة المخفية، زي الرمز، وضع الطيران، اخفاء ايقونة وضع الشبح، اخفاء ايقونة قراءة المزيد، ظهر علامة خضر جنب اللي هي متصل الآن، يعني ظهر آخر ظهور في الواجهة، فصل شتات عن الرومات، إخفاء قائمة القنوات، إخفاء القنوات المثبتة، إخفاء المجتمعات، إخفاء الستوري والشتات، تحط اسمك مكان اسمي، ظهر يعني أنت لو تحط الاسم في البايو والكلام ده. هنا شعار بيمين متصل، نقطة عن النت عن النسخة، ظهر الستوري مثل الفيس، يعني ممكن يظهر لك زي الفيس عادي. هنا تغيير الواجهة، نسخ الريكوردات، تعطيل الواجهة، زر أيقونة البحث، تغيير لون النسخة، فكك منها، ظهر ظهر البروفايل في الواجهة. تمام؟ هترجع هنا بقول لك مميزات أخرى. هنا بقول لك إعادة توجيه لأكثر من 5 أشخاص، ظهر أيقونة الأدمن، تأكيد رسالة مرسل، شوف الرسالة أكتر من مرة، زر الرسالة المعدلة، توثيق أرقامك بالعلامة الزرقاء،
توثيق الرومات، إخفاء الاسم والتاريخ، إخفاء أيقونة الترجمة، تمكين نص الرسائل، إظهار صورتك في الشات. وده عندك أول جزء من الباسورد هيكون 10. أول جزء 10. كمل معاه الفيديو الآخر عشان تعرف باقي الأجزاء. أول جزء 10. هترجع كده يا اخواتي، وهنا طبعا هنا إضافات رزان مشاور. هنا طبعا هتيجي بيقولك ارسل جهات اتصال كونكت، حماية من كونكت، حماية من اي دي، الحماية من الحظر العشوائي، الحماية من قطع النت، الحماية من الصوت، استلام جهات الاتصال 0، إزالة اسم جهات الاتصال، قفل الكومنتات، إرسال في فيروس الموقع، الحماية من الخريطة، الحماية من البوت، الحماية من الكول كراش، الحماية من الإيموجي، الحماية من العرب، الحماية من البوت، الحماية من الفيديو، الحماية من الكتالوج، الحماية من كونكت، وهنا الحماية من فيروس الصور. ترجع كده واقول لك كل نفسك تعرفه عني، يعني عايز تخش قناة تليجرام، قناة اليوتيوب، حاجات زي كده. هترجع كده هتلاقي اصلا شكل الاسطر وتفعل معاك بالشكل ده. تمام. هتقول لي اصلا انت ما فعلتش فصل الرومات عن الشتات. اقول لك تعالى يا باشا نفعلها مع بعضينا كده. هتيجي عند خاصية الواجهة فينية، فصل الشتات عن الجروبات، عشان لحسن الناس تقول لي مش شغالة والكلام ده. لا هي شغالة يا قلب اخوك اهي. الناس برضه بتنزل ستوري عادي جدا. تمام. انت لو جيت هنا حرفيا وجيت على الاعدادات هتلاقينا ان انا اصلا الرقم ده رقم جزائري. يعني انت لو عايز ارقام دولة الجزائر خش في البار بتاعي بنزل ارقام على طول. تمام. ده طبعا شكل الشات. هتيجي على ايقونة الترس دي، هنا بيقول لك الخصوصية، وهنا اختصارات اخرى، هنا تحديد الستوري، هنا تحديد الشات كله، خلفيات الفيديو. طبعا هتكون خلفيات الفيديو اللي هي دي فكك منها خالص، ملهاش 30 لازمة اصلا. ارسال فيروس اللي هي لو عايز تبعت فيروس اندرويد او ايفون، انزل له رسالة، اخفاء المعلومات، انشاء رابط للشات. يعني انت لو عايز تعمل لك لينك شات والكلام ده. هنا ارسال رسالة جماعية، دي اللي هي التذكرة يا جدعان، فاهمين؟ هترجع كده يا قلب اخوك عندك النسخة طبعا يا اسطى بموجة، اكيد بموجة ايفون، حاجة كده في قمة الجمدان. ده اول سطر، ده هو السطر اللي انا قلت لكم عليه. هتيجي على خاصية الواجهة، هتيجي على اشكال الاسطر، مثلا هنفعل نقول هنفعل التاني، واشكال الواجهة هنفعل الشكل التالت، لان حرفيا ما انصحكش بالشكلين التانيين. بص هتلاقيهم كلهم نفس الشكل على العموم، بس بص شكل الاسطر حرفيا اقسم بالله يا جدعان شكل الاسطر هو اصلا تحفه. تمام. فانت هترجع هنا، انا هرجع على الشكل الخامس اللي انا كنت عامله. هنا اشكال الوجه هرجع على الشكل الاول برضو. الشكل الاتنين دول مع بعض يبقوا عاملين حاجه كده منتهى الجمدان. ادي دي النسخه يا اسطى. وتعالى اما افعلك في الوضع اللايت عشان تشوفها. انا فعلتهاش في الوضع اللايت قبل كده. انا بقول لك الحساب برضو. هنا الخصوصيه، هنا الافاتار، هنا خصوصيه الشات اللي هي دي نخليها الفاتح، هتبقى بالشكل ده الفاتح. تمام. خلينا في الغامق احسن يا جدعان، خلينا في الغامق احسن، خلينا في الدارك احسن من اللايت بكتير بصراحه. هنا هتيجي الاشعارات، هنا طبعا المساحة والتخزين، هنا لغة النسخة. انت لو قلتها انجليزي حرفيا هتبقى معاك بشكل جمدان. الانجليزية هنا طبعا لغة النسخة. هنا الاباوت طبعا النسخة اخر اصدار، مش تطلب منك تحديث، بتبعت تستلم رسائل على طول. النسخة لو قلبتها انجليزي هتبقى معاك بالمنظر ده، هتبقى حاجة جمدان. توب التوب اقسم بالله. لو قلبتها انجليزي هتلاقي النسخة معاك جمدان. خد عندك تاني جزء من الباسورد هيكون 40. تاني جزء 40. تمام. ركز معايا في الفيديو ده، تاني جزء 40. تمام يا اخواتي. وهتيجي في معلومة كنت عايز اقولها لكم كده. هتيجي على الاضافات هنا، انا هنعرب النسخة يا جدعان. هخليها بالشكل العربي عشان قلبت معانا جوه، معرفش قلبت معانا باللون ده ازاي. هتيجي على استنى كده، انا كنت عايز اوريكم تركايه عشان محدش يغلط فيها. هنا خاصية الشات اهو. ايه ده؟ لغة النسخة يا جدعان العربية. لو جيت كده جيت على الاضافات هتلاقيها باللون ده. هنا طبعا كنت اوريها لكم حاجة بس نسيت والله. ما علينا. انت هتقول لي يا اسطى انزل اي نسخة من قناتك ازاي؟ اقول لك تعالى اما اجيب لك اليوتيوب على السريع كده. ده اليوتيوب. تيجي على اليوتيوب كده، خلي بالكم انا لسه فاتح نت فالتليفون ممكن يهنج. انا مش عايز صوت الاشعارات خالص.
تقول دي انزل نسختك، لا ما علينا، احنا هنخش قناة التليجرام اصلا. طب انا بسيب لك اللينك في قناة التليجرام، انت هتخش على قناة التليجرام هيدخلك مثلا على قناة التليجرام على طول، تمام. هتخش على قناة على طول. التليفون هنج يا جدعان والله. معلش يا اخواتي، اقسم بالله هنيجي يا اخواتي كده. طبعا هوريك ازاي تعمل نسخة، تمام. هترجع كده هتلاقي باللينك تعمل نسخة. طبعا انا هاخده نسخة كده وهرجع على جوجل كروم، احط اللينك كده واعمل بحث. الموضوع سهل جدا يا جدعان. تيجي داس على علامة اكس دي، هتيجي داس على علامة يغلق دي، لا الحمرا. تحميل النسخة يا جدعان مفيش اسهل منه. انا الاقي ناس كتير بتقولك يا اسطى انا مبعرفش احمل النسخة. ال5 ثواني اللي فوق دي هتحمل معاك، هتدوس على علامة اكس وتطلع تاني. هي طلعت لوحدها، تفضل تعمل معاك كده. هتستنى الخط ده يضغط ويقولك انقر هنا المتابعة. بعدين صفحة الواجهة هيجيب لك صفحة زيها تاني، نفس الكلام. هتضغط على علامة اكس دي، هتيجي على كلمة، هتيجي على دي، هتيجي على دي، هتيجي على دي، وبعدين يغلق. انتظر من فضلك 50. تحميل النسخة يا جدعان مفيش اسهل منه، اقسم بالله. انت كل اللي عليك تخش على التليجرام، تعمل زي ما انا عملت كده، تاخد اللينك نسخ وتيجي هنا تضغط انقر للمتابعة. خليك مركز معايا عشان تاخد اخر جزء من الباسورد بس لما اوريك ازاي تعمل النسخة. هتيجي على دي برضو الحمراء، يغلق، هتقول لك انتظر من فضلك. هتيجي على كلمة نعم دي اللي هي اصلا لو ظهرتك بالانجليزي هتبقى نيكست. هتيجي على علامة اكس دي، هتبقى تلاقيها مشيت لوحدها. هتسوق تحمل كده، هي عدلها اخر واحدة. انقر للمتابعة، صفحة الواجهة. هتدوس على علامة اكس دي، لا ارجع، هتدوس على علامة اكس دي وهتدوس على كلمة يو نيكست. هيجيب لك علامة زي كده، هتستنى 8 ثواني دول ولا 7 ثواني دول يخلصوا وخلاص. هتيجي هنا هتدوس انقر هنا المتابعة، احصل على الرابط بس. هيقول لك رابطك جاهز، صلي على النبي محمد كده. يقول لك دوس متابعة، انت هتدوس متابعة وتيجي راجع من الزرار بتاع الباور بتاعك كده. هيجي جايب لك ميجا يحمل معاك بالطريقة دي. عندك هنا اهو، هتيجي عندك النسخة اللي هي اصلا بتاعت اللي كان بالنيم القديم. هتيجي على علامة الترس اللي هي التنزيل دي، وهتحمل معاك بالواجهة دي. هتسوق تحمل طبعا، وهتدوس انت في الاخر النسخة وهتنزلها وهتكتب الباسورد. هتنزل معاك بدون اي مشاكل، تمام. ما تنساش برضو انضم لقناة التليجرام دي، مهمة جدا يعني. حرفيا بنزل عليها كل حاجة. يعني النسخة دي انا منزل السكرين بتاعتها اهي. بعمل برضو مسابقات اهي على ارقام تليجرام وارقام، بص جميع اللي انت عايزه هتلاقيه في القناة هنا. ارقام، مسابقات، كل حاجه تخطر على بالك يا زميكس هتلاقيها هنا. بس انت انضم القناه كده واعمل لي اشتراك وسبسكرايب ولايك وكومنت كده، وخد عندك اخر جزء من الباسورد 60. سلام يا برو، اشوفك الفيديو الجاي.